السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ المرة اللي فاتت عملنا مع بعض كمية من الرقاق الناشف. الطريقة بتاعته سهلة جدا وبسيطة. لو بتشوفوني لأول مرة وحابين تعرفوا بيتعمل ازاي هسيب لكم اللينك في التعليقات. أكيد طبعا كلنا وخصوصا الأمهات والجدات ربنا يديهم الصحة بيعملوا صينية الرقاق دي بأحلى طريقة، والصينية دي بطعم صواني الجدات بالظبط. هنشرح كل التفاصيل اللي تخلي الصينية تطلع بالمنظر القمر ده، وهنتكلم عن التكات اللي مش المفروض نعملها لأنها من وجهة نظري الشخصية إهدار للمكونات في الأرض. سر من أسرار صينية الرقاق بيكمن في هذه الشوربة لازم تبقى دسمة وطعمها مميز وغني. ما كانش بصراحة ينفع أعمل الفيديو من غير ما نشرح بالتفصيل إزاي نخلي مرقة اللحمة ريحتها تقلب الدنيا بطريقة بروفيشنال. هنحتاج لتشكيلة من الخضروات اللي هي بصلاية كده حلوة كبيرة، وكمان طماطماية بنشيل القشر بتاعها عشان ما يجيش في الشوربة، جزراية كبيرة، أنا هنا الجزر رفيع فاستخدمت 2، وعود كرفس إن أمكن يعني، و4 فصوص من الثوم. بنقطع الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس بلاش نقطعه صغير قوي عشان يستحمل التسوية في المرقة. تعالوا بقى نشوف تشكيلة البهارات اللي هنستخدمها. معايا معلقة صغيرة من الحبهان بفتحه كده بالسكينة عشان يخرج البذور اللي جواه وطعمه يبقى أقوى، ورقتين لورا، ومعلقة صغيرة من الكباب الصيني، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب، وكمان حوالي 3 أو 4 قرون من القرنفل. بنجيب الحلة بتاعت الشوربة ونسخنها على نار عالية، بنضيف معلقة أو 2 من الزيت ونحمص فيهم البهارات الصحيحة. مش كتير، يدوب بس تقلبتين نبدأ نشم ريحة البهارات، ونضيف اللحمة قطعة قطعة كده علشان نحافظ على درجة حرارة الحلة، وبالتالي اللحمة ما تنزلش العصارة بتاعتها. النار عالية وهنسيب اللحمة لحد لما تتحمر كويس من تحت الأول. أول ما تاخد لون حلو من تحت نبدأ نقلبها. وأحسن مرقة تطلع من أي لحمة فيها عظم، خصوصا اللحمة بتاعة الرقبة. ويا سلام لو استخدمنا المواسير اللي هي بيبقى فيها النخاع، بتبقى تحفة جدا. افتكر وانا صغيره ماما كانت تقولي اوعي تنسي الماسوره اللي هي عظم المفاصل، وده ممكن تطلبوه من اي جزار بتتعاملوا معاه. بصوا بقى، عايزاكوا تحمروا اللحمه لحد لما يبقى لونها قمر بالشكل ده كده. تحمير اللحمه الاول بيفرق جدا جدا في تكوين النكهات، وبيدي نتيجه تانية خالص في الشوربه. بصوا اللون والتحميره تحفه جدا. اهم حاجه كمان ان احنا نحاول نخلي البهارات فوق وش اللحمه علشان ما تتحرقش. بعد ما شوحنا اللحمه وخدت لون حلو هنضيف الخضروات ونديها تقليبه بقى. في مكون زياده انا بحب احطه مع الشوربه لما بيكون موجود، يعني مش اساسي خالص، وهو عود من الزعتر. دول شويه زعتر كده مجففاهم، ممكن طازه برضو، بيدي ريحه حلوه قوي للشوربه. في مرحله التحمير كانت النار عاليه، دلوقتي بقى ههدي النار خالص، ممكن ازود شويه ميه صغيرين، وهسيب اللحمه على النار كده تقريبا 5 أو 10 دقايق، وبعد كده هزود ميه مغليه لحد لما تغطي اللحمه خالص. النار كانت على الهادي، هنرجع نزود النار تاني ونخلي الشوربة تغلي ونشيل الريم لو اتكون، وبعد كده أول ما تدخل في مرحلة الغليان نهدي النار. عايزاها كده تغلي غليان خفيف علشان الشوربة تطلع رايقة. قرب اللحمة ما تدخل في التسوية بنزود الملح. وده بقى شكل الشوربة بعد ما صفتها من كل الخضار. تحفة وريحتها كانت تجنن. تعالوا نعمل العصاج. دي مقادير نص كيلو، هحتاج ليه بصلايه ونص بقطعها كده تقطيع عشوائي وبفرمها في الكبه، يعني بفرمها فرم كده متقطع لحد لما نوصل للنعومه دي، يعني ناعمه بس مش ناعمه قوي قوي. على نار متوسطة بسخن الطاسة وبضيف معلقة كبيرة كده من السمنة أو زيت لو تحبوا، وتلت كمية البصل، ومعاهم رشة ملح علشان يدبل بسرعة. وأبدأ أقلب البصل كده على نار متوسطة الهادية لحد لما يبدأ يصفر. ودي معظم كمية البصل لسه مركونة على جنب، ده اللون اللي أنا عايزاه. بعد كده بعلي النار وهبدأ أضيف اللحمة. دي نص كيلو من اللحمة المفرومة، ببدأ أحركها كده وفرفتها، والنار عالية زي ما قلنا علشان اللحمة ما تنزلش ميتها. بستنى الاول لحد لما تبدا تاخد لون من تحت وبعد كده اقلبها. ولو دسمه ما بحطش معاها اي دهون في مرحله التحمير. حاولوا ما تكتروش من البهارات على العصاج علشان طعمه يبقى احلى. كل اللي هنستخدمه نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود الحبهان والكباب الصيني، وربع معلقه صغيره من القرفه. اول ما اللحمه بتاخد لون كده حلو نبدا نضيف البهارات ونقلبهم كويس معاها لحد لما تبداوا تشموا ريحه البهارات. وانا بحب ازود كمان فص صغير من الثوم، وده اختياري، يعني مش بتحبوا تضيفوه مفيش اي مشكله.
هنقلب كده فص الثوم مع اللحمة لحد لما تبدأ ريحته تبان، ونضيف بقية كل كمية البصل اللي احنا كنا شايلينها على جنب، اللي هي تقريبا تلتين كمية البصل اللي احنا جهزناها في الأول. مكون أخير بقى خالص وهو اختياري برضو، أنا بحب أبشر طماطماية كده على الناحية الناعمة وأضيفها على العصاج، بتدي برضو طعم حلو جدا. هو عموما الطماطم بتدي طعم اسمه الأمامي، بيزود كده من النكهة في أي حاجة نعملها. بنظبط الملح في الآخر خالص، وندي المكونات تقليبة أخيرة، بنغطي الطاسة ونسيبها على نار هادية خالص كده تتعصج براحتها. يعني هتاخد لها 10 دقايق ولا حاجة، نبص عليها ولو لقينا اللحمة استوت والبصل دبل تبقى هي كده جاهزة. ما بين بقى طبقات الرقاق بستخدم حوالي كده 3 معالق من الزبدة ومعلقتين من السمنة، علشان السمنة لوحدها بتبقى تقيلة قوي. دلوقتي كل حاجة بقت جاهزة، الرقاق والمرقة والعصاج وكمان المادة الدهنية. بنختار صينية نفس مقاس الرقاق أو أقرب حاجة ليه، وندهنها كويس من تحت ومن الجوانب بسمنة أو زبدة. هنستخدم تقريبا لتر من الشوربة السخنة، بس يعني مش سخنة مغلية قوي، يعني أقل شوية من المغلية. وأبدأ أبل الرقاقة من الناحيتين كويس قوي بالشكل ده كده، بس ما نكترش من المرقة، لأن لو كترنا الرقاقة بتبوش كده وتبقى معجنة. بصوا، أنا سايبة الفيديو من غير مقطع كتير علشان تشوفوا بالظبط كمية المرقة أو الشوربة اللي أنا بستخدمها لكل رقاقة. ونبدأ بقى نرص الرقاق في الصينية، وطبعا بندهن الوش بتاع كل رقاقة بمعلقة كده من الخليط المادة الدهنية ونوزعها بالفرشة. طبعا مش دايما بيبقى مقاس الصينية مظبوط بالظبط على قد الرقاقة، فأنا هوريكم لو مقاس الصينية أكبر شوية هنعمل ايه. دلوقتي في المساحات الفاضية بحط نصاص من الرقاق، يعني بحاول كده أشوف المساحات اللي فاضية في الصينية واخد نص رقاقة بس كده باللها واحطها. طبعا كل جزء بحطه بضيف عليه معلقة أو مسحة كده من المادة الدهنية على كل رقاقة. هيجي حد يقول لي انتي لو ضفتي معلقه صغيره من البيكنج باودر في الشوربه هتورق لك الجلاش وهيبقى تحفه. ارجع اقول لكم البيكنج باودر لو اتحط على المرقه السخنه هيعمل فوران، والغاز اللي فيه هيخرج ويبقى كده تاثيره راح، يعني خلاص هو لما هيدخل الفرن مش هيورق ولا هيعمل اي حاجه. في نقطة تانية، وهي الناس اللي بيحطوا حليب مع المرقة. بالنسبة لي أنا يعني شخصيا حرام أضيف الحليب على المرقة اللي بعد كده هتبقى مليانة نشا ودقيق وتترمي، فخسارة. لو حابين نضيف الحليب هقول لكم ممكن نضيفه امتى. الصينية بتاعتي هتبقى 8 رقات، هحط الأول 4 وبعد كده هفرد اللحمة بالتساوي في النص، وحاولوا إن هي ما توصلش للأطراف عشان ما تتحرقش. وهكمل بقى بقية الصينية بنفس الطريقة وارص بقية ال4 طبقات اللي فوق. طبعا عدد الرقات في الصينية بيبقى على حسب ذوقكم الشخصي، بس حاولوا انه عدد الطبقات اللي تحت تبقى قد اللي فوق بالظبط. لو عايزين نزود طعم الحليب في الصينية ممكن ببساطة ما بين كل طبقة رقاق والتانية نحط مسحة كده من الحليب مع السمنة والزبدة، أو نحط شوية من القشطة البلدي اللي هي وش الحليب، برضو بتدي طراوة وطعم جميل جدا. أو نخليها في الآخر خالص واحنا بنقفل الصينية، هقول لكم امتى ممكن نضيفها. بعد ما خلصنا الصينية خالص بجيب شوربة سخنة تكون نظيفة، واخد بقى كبش كده واحطها في الأطراف. لازم نركز على أطراف الصينية لأن دي اللي بيبقى أنشف حاجة، فنحط عليها كده كبشة من المرقة، وناخد واحدة تانية نحطها على وش الصينية من فوق. ممكن تبقى كبشة شوربة وكبشة من الحليب يكون سخن برضو، ونصبها يعني في المرحلة دي منطقي، لأن الصينية هتتشرب بالحليب وفي نفس الوقت هيساعد إن اللون بتاع الصينية يبقى أحلى. هوزع كده، وكمان حاولوا ما تكتروش المرقة قوي علشان الرقاق ما يعجنش. باخد سباتيلا وبدخل الاطراف لتحت كده علشان تلزق في بعض، واللحمه ما تخرجش ولا تتحروق من جوانب الصينيه. في الاخر خالص باخد كده معلقتين من القشطه دي فريش كريم. ممكن ان احنا ناخد القشطه اللي هي وش الحليب، او ندهن وش الصينيه بشويه زبده مذابه او سمنه، بيدي برضو لون حلو، بس انا بحب القشطه لانها كمان بتدي طراوه. وامسح بقى لو في اي حاجه كده في الجوانب عشان ما تتحرقش في الفرن. بنسخن الفرن كويس قبلها بحوالي ربع ساعة على درجة حرارة 200 لو فرن غاز و190 لو فرن كهرباء. بنسيبها لحد لما تتحمر كويس من الجوانب ومن فوق. لو حسينا انه الصينية حمرت من الجوانب وتحت بس الوش لسه محمرش، بنشغل الشواية لحد لما تاخد اللون القمر الحلو ده. أخدت تقريبا نص ساعة. عموما ده بيفرق من فرن للتاني. بعد ما تخرج لازم نغطيها كويس جدا، أنا غطيتها بصينية وقماشة، ممكن تغطوها بورق فويل.
وتسيبوها بقى كده حوالي نص ساعة ولا حاجة علشان الرقاق يطرى كده. لو عايزينه مقرمش بتسيبوه يعني مكشوف في الهواء، مفيش مشكلة. انا هنا كمان زودت كده ودهنت وشها بشوية سمنة علشان تبرق كده وتضوي. وده قعر الصينية احمر وتسويته ممتازة ومتساوية علشان احنا دهنا قعر الصينية في كمية كويسة من المادة الدهنية. بحب اقلبها كده وقطعوها بقى بالطريقة اللي تناسبكم. الريحة بتاعتها تجنن، كانت قلبة الدنيا، والطبقات مورقة وتجنن، والطعم ولا اروع من كده من غير اي افتكاسات ولا اي حاجة. انتوا بس التزموا بالتعليمات وهتعملوا صينية رقاق ان شاء الله تدعولي عليها. حبايبي الحلوين، لو ليكوا اي تكات بتفرق في صينية الرقاق يا ريت تكتبوها لي في التعليقات علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تدعولي بدعوة حلوة. اشوفكم على خير، سلام عليكم.